اريان روبين يوصلها مباشره لمدافع جان مات والتوزيعه ممتازه بالراس. بابا جول روبين فان بيرسي يسجل هدفه العشرين مع المنتخب الهولندي بالراس. لم يضرب الكرة كما ينبغي بالراس، ومع ذلك يتمكن من تسجيل هدفه العشرين والهدف التاسع في المباريات التصفوية لحد الآن بمعدل أكثر من هدف في كل مباراة. التوزيعة كانت رائعة من المدافع الثاني جان مات. ستشاهدون بأن فان بيرسي لم يضرب الكرة كما ينبغي. باغتت الحارس كرة مثل هذه وافتتح مجال التسجيل في الزاوية اليسرى من مرمى الحارس ادم بوغدان. هدف سيعقد من امور منتخب. يلعب مباشرة مع رفيقه تروتمان. هي الكرة هذه وحاولت التوغل والدفاع بصعوبة مسألة الخطورة. لونس عنده الكرة يطلبها روبينو. جول كيفن ستروتمان يسجل هدفه الثالث مع منتخب هولندا بالراس. وكأن الهولنديين يتدربون على الكرات العرضية والضرب بالراس. هدف ثاني من أروع ما يكون. ستروتمان وكأنه يقول لروبن فان بيرسي ليس أنت فقط من يتقن التسجيل بالراس، أنا كذلك تسجيل وبالكيفية الرائعة جدا أمام الهولنديين. عندما تخطئ تدفع الثمن. خطأ في المتابعة والمراقبة والانتباه. شوف كيف دخل عناصر المنتخب الهولندي. 3 لاعبين كانوا قرب من الكرة. هو اللاعب ستروتمان بالراس في القائمة الثانية يتمكن من منح هولندا التفوق بهدفين مقابل 0 بعد 25 دقيقة لعب. بالراس ستروتمان سجل بنفس الكيفية التي سجل بها. فان دير فيرت وصلها لاريان روبن يرجع مرة ثانية. التسديدة رائعة والثالث. نعم جول الثالث من جيرمين لونس لصالح المنتخب الهولندي. كانت رائعة يا ستروتمان. حب يرجعها مباشرة لاريان روبن ولكن الدفاع رجعها. ولكن أين رجعها الدفاع؟ رجعها فوق أرجل جيرمين لونس لاعب دينامو كييف. يسجل هدفه السابع مع منتخب هولندا في 17 مباراة لعبها مع المنتخب الهولندي. 3 أهداف مقابل 0 صارت النتيجة قبل 7 دقائق من نهاية المباراة دون طرح أي سؤال من جانب المنتخب الهولندي الذي يبهرنا في هذه الأمسية، أو بالأحرى يؤكد الإبهار الذي صنعه في التصفيات لحد الآن أمام منتخبات كانت تبدو قوية وتصعب من مهمته، ولكن لا شيء يصعب من مهمة ستروتمان. مسجل هدف ثاني وصاحب تمريرة الهدف الثالث الذي يسجل لونس. كاد يسقط المدافع روبين يتوغل. هنا الكرة بابا جول الرابع. هدف في منتهى الروعة. جيرمين لونس انطلق من هناك. الهدف رقم 21 للاعب فان بيرسي عرب بلاده. اليوم منتخب هولندا يبدع ويتألق ويضرب بالرباعية امام منتخب المجر. يا له من جيرمين لونس. توغل وانطلق وراوغ ومرر وكان الهدف. لقطة ممتازة جدا سريعة في وقت كنت أقول لكم انتبهوا منتخب هولندا ماذا يفعل عندما تكون الكرة عند الخصم، كيف يسترجعها بالسرعة الفائقة وكيف يمررها وينطلق. كلايفرت هنا في هذه الصورة لأنه أعجبته اللقطة وأعجبته الانطلاقة من لونس. شوف بقى صامد امام عوده المدافع وبقى يزيد يواصل صراعه وصموده والمراوغه والتمريره بالعقب ممتازه جدا. روبن فان بيرسي او اريان روبن حطها لروبن فان بيرسي. الرابع لمنتخب هولندا ثنائيه من فان بيرسي. 3 أهداف بالراس لصالح المنتخب الهولندي. 3 أهداف بالراس لصالح المنتخب الهولندي. فرحه باتريك كلايفرت بطل دوري ابطال اوروبا مع اياكس امستردام، واحد من اللاعبين المتميزين مع منتخب هولندا عندما كان لاعبا دوليا. عند الدقيقة الثانية من عمر هذه المباراة في تنفيذها نفس اللاعب بالاش زوزاك صاحب 13 هدف مع منتخب بلاده. زوزاك بروعة يسجل الكرة في جهة والحارس في جهة. بالاش زوزاك يفتح مجال التسجيل لصالح المنتخب المجري. 4-1 صارت النتيجة. الخطأ ارتكبه بروما الذي كنا نشاهد منذ حين. قلت بأن منتخب المجر دخل الشوط الأول ببوغدان الجهة اليمنى، فان تشاك الجهة اليسرى، جوزميكس يتمكن منها يوصلها على الجهة اليسرى وانطلاقا من فان دير باخت عنده الكرة. التوزيع في القائمة الثانية ممتازة لاريان روبينو. فان بيرسي لا يضيع الثلاثية لفان بيرسي والخامس لمنتخب هولندا. كم كانت اللقطة رائعة جدا، كم أنت رائع يا روبن. حطها براسه على طبق لفان بيرسي قادما من بعيد، استلم
خرج وجها لوجه، ترقب، انتظر، سقط الحارس، سدد على يساره. مسلم في الخامس، هدفه الثالث في هذه الأمسية وهدفه ال11 في التصفيات. سيكون هداف التصفيات في منطقة أوروبا دون منازع من دون شك بعد ما أضاف إلى رصيده 3 أهداف في هذه الأمسية. الكرة بالراس من أريان روبن، حطها على طبق ناحية فان بيرسي. فان بيرسي وجها لوجه لا يضيع. شوف الإعادة مرة ثانية والتمريرة كم كانت رائعة من طرف اللاعب كيفن ستروتمان. 3 أهداف من كيفن ستروتمان، خلاها تنزل كما ينبغي، حطها وسددها على يسار الحارس. الثلاثية لفان بيرسي، الخماسية لمنتخب هولندا أمام المجر. 5-1 النتيجة بعد 54 دقيقة من اللعب. ما زالت المباراة لم تنتهي، ستنتهي، قد تنتهي بمهرجان كبير من الأهداف اليوم لمنتخب هولندا الذي يبدع تحت تصفيقات كلايفرت. جيرمين لانس بيسرى يوزعها هيلو، السادس لصالح المنتخب الهولندي هذه المرة. زيلان ديفيتشلي اللاعب يسجل الهدف السادس لمنتخب الهولندا ضد مرماه، وكأن منتخب هولندا لم يكن قادرا على التسجيل لكي تأتي أنت وتضيف هدفا خامسا لصالح المنتخب المجري عن طريق زيلان ديفيتشلي. واو واو، شوف الإعادة مرة ثانية، حب يخرجها طبعا الركنية. وحدك يا زيلان. صارت النتيجة الآن 6 أهداف مقابل هدف واحد لصالح المنتخب الهولندي. اللاعب الاحتياطي ديفي أرين روبن لا أدري كان يشكره أو يوسع. فاندر فاخت يستعد هو وكذلك ديونغ في تنفيذ هذه المخالفة. فاندر فاخت، هدف سابع لفاندر فاخت، هدف سابع لمنتخب هولندا. انهار تماما الآن منتخب المجر. قلت لكم بأن ال6 ممكنة، أما السابع فيعني بأنه دخل مرحلة الانهيار المنتخب المجري. في ال5 دقائق الأخيرة فعلها فاندر فاخت وسجل الهدف السابع لمنتخب هولندا، هدفه رقم 24 فاندر فاخت. يعني بأنه هو وكيت عندهم نفس العدد من الأهداف. هو متفوق على فان بيرسي ومتفوق على أريان روبن. 24 هدف سجلها فاندر فاخت. واو، ضربت في أحد المدافعين وباغتت الحارس ادم بوغدان. قلت عنه في الشوط الأول بأنه لم هولندا. الكرة في المخالفة، روبن، يا له بالكتاب ويا له من هدف. خاتمتها مسكي أريان روبن، هدف ولا في الأحلام، في منتهى الروعة من أريان روبن. بدوره يسجل هدفه رقم 21، يختمها بهدف من أروع ما يكون. حطها في الزاوية اليمنى لمرمى ادم بوغدان. بالثمانية تضرب هولندا اليوم. يفرحون بالسابع والثامن والتاسع والعاشر مثل ما يفرحون بالأول ومثل ما يفرحون بالفوز والتأهل. روبن حطها في الزاوية وكأنها بيده بيسرى في الزاوية اليمنى. هدف من أروع ما شاهدنا. 8-1 صارت النتيجة لهولندا أمام المجر. واو واو، يا له من هدف. طبعا المتعة والفرجة تفرح يعني مهما كانت النتيجة. لما ينهض المدرب لكي يصفق على اللاعب مع